اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل كبة التمن. مكونات طبعا مضبوطة وطريقة كل سهل. هنا عندي هنا كيلو ونص لحم مفروم مال غنم. عندي هنا تقريبا نص كيلو بصل ثرمته كلش ناعم وحضرت الطعام. عندي هنا باقة كرفس، وعندي هنا شوية كشمش طبعا حسب الاختيار. البهارات اليوم راح استخدمها بهارات لحم ونومي بصرة وملح كركم وفلفل أسود. أكتب لكم إياه صندوق الوصف. عندي هنا كيلوين تمن عنبر دقة، يعني تصير الحباية مالته مثل ما تشوفون ناعمة. هسه راح ابدي وياكم طريقة العمل. اول شي عندي هنا جدر فارغ راح اخلي بيه اللحم طبعا بدون زيت ولا اي شي، وراح اضيف عليه نص قلاص مي. اللحم اللي عندي كيلو ونصاني. بعد ما ضفت عليه نص قلاص مي راح اخليه هسه على النار وابدي اقلب بيه لحد ما يتغير لونه عندي. هسه هنا طبعا اللحم بدا يتغير لونه، صار لونه بعد شلون صار لونه جوزي. طبعا لحد انا ما ضفت له ولا قطره زيت. انا بالكوبا مال التمن ابد ما اضيف زيت على مود ما تفتح عندكم. هسه بعد ما تغير لونه عندي بدا ياخذ شوي لون، راح اضيف عليه البصل. اكيد البصل تدرون طبعا البصل بيه مي، انا راح ابدي اقلب بيه لحد ما ينشف عندي المي مال البصل. بعد ما نشف عندي مي البصل راح اضيف عليه البهارات، وراح اضيف عليه الكشمش. طبعا ضفت شويه كشمش يعني جوالي ما يحبوها الجيت، هاي طبعا خطوه اختياريه. هسه راح ابدي اقلب بيه. هسه راح ابدي اقلب بيه لحد ما اشوف يعني قام يلزق بالجدار، يعني باعتبار المي مالته كله اختفى. هسه انا ضفت اخير شي طبعا الكرفس، وراح ابدي احمس بيه لحد ما يختفي عندي المي مالته كله. سباعه هسه اختفى عندي المي. من تشوفوا يعني يقوم يلزق بالجدار معناته عندك كمل. هسه انا راح اخليه بصينيه. اهم خطوه طبعا هي هسه، هاي اهم خطوه لازم تسووها، تخلوه بصينيه وتخلوه وين بالفريزر يجمد حتى الدهن من تلفوه ما ينفتح عندكم. هسه انا عندي التمن غسلتها غسله كل زينه طبعا نقعتها تقريبا لمده نص ساعه. هنا عندي جدر فارغ خليت بيه التمن هم بدون زيت، راح اخلي عليه مي يغطي، يعني مو كل شويه، يعني ما احب اخلي مي هوايه ويعجن، لا احب انا اتحكم بيه بعدين بالاخير من يستوي. راح اخلي مي تقريبا يغطي قد اصبعين. راح اخلي عليه خاشوقتين اكل كركم، وراح اخلي عليه ملح، وراح اخليه على النار لحد ما ينشف عندي المي. انصيه اخليه يتهدر تقريبا ما ياخذ عندكم وقت هواي، تقريبا بالنص ساعه. ضربته كله زين وخليته على النار. هذا طبعا شكله بعد ما استوى عندي باعه مو كلش ممرود، انا ما احب التمن كلش ممرود، احب اني اضيف له بعدين مي وابدي اعجن بيه لحد ما اني القوام مال العجينه اللي احبه اني. هسه هاي العجينه مالتي كملت، وهذا اللحم بعد ما طلعته من الفريز طبعا جمد على مود الدهن اللي بيه كله يجمد حتى ما يفتح عندكم من تلفوه. هسه راح ابدي اشكل بيها بطريقه طبعا اللي تحبوها. وهاي هنا طبعا كل الكميه صارت عندي كيلو ونص لحم، كيلوين تمن، سوالي تقريبا 85 كوبايه حجم وسط. هسه راح اراويكم شلون طريقه تجمدوا بقيه الكوبايه. هسه راح اقلب طبعا قسم من عندها، خليت هنا زيت لحد ما زيت حما عندي، ضفت عليه الكوبه ما اقلبها طبعا لحد ما يصير لونها بهذا اللون الذهبي. راح ابدي هسه اقلبها ابدا ما تلزق عندكم نهائيا. بعض البنات يقولون تلزق مثلا تفتح بالطاوه، لا هاي الطريقه ابد ما تلزق عندك. بدون طحين، شفتي انا طبعا عجنت العجينه بدون طحين بس مي بالاخير ضفت لها وعجنتها. وهاي طبعا شكل الكوبه بعد ما استوى. هسه باقي الكميه اللي بقت عندي
انا عندي ذي ثلاجة مالتي على شكل مجرات، هاي المجرة من عندهن، خليت جوا علاقة او لايلون اي شي يسعدكم. تبدون تصفطون الكبة عليه طبقات طبقات، يعني طبقة تشيز طبقة كبة لحد ما كملت كل المواد عندي هسه بهاي الطريقة، وراح ادخلها بالفريز. وها طبعا شكلها بعد ما قليتها وكملتها كلش طيبة ومقرمشة، وبنفس الوقت ما تشلع قلبكم. اتمنى تجربوها، واللي جربها يا ريت يكتب لي بالتعليقات، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط زر الاعجاب، وعليكم بألف ألف عافية.